السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة. لو انت شركة او مشروع كبير او متوسط او صغير، بتشتغل في اي دولة من دول العالم، بتشتغل باي طريقة ايا كانت، في تو مين استراتيجيز، في استراتيجيتين اساسيتين انت لازم تكون واحد منهم. ليه اساسيتين او ليه مهمين اوي كده؟ لانك من اليوم الاول from first day انت لازم تحدد انت هتشتغل بمين فيهم، لان غالبا في معظم الاحوال ما ينفعش تشتغل بالاثنين. استراتيجيتين هما يا انت بتشتغل بحاجه اسمها الكوست ليدرشيب استراتيجي، استراتيجيات القياده بالتكلفه، يا انت بتشتغل بحاجه اسمها الديفرنشيشن استراتيجي، يعني استراتيجيه التمايز او التميز. ايه الاستراتيجيتين؟ وانت هتفهم مني ليه بقول لك ايا كان مشروعك انت لازم من اليوم الاول، من قبل ما تبدا المشروع، انت لازم تحدد انت هتشتغل بأنهي واحده فيهم. تعال ناخد الاول الكوست ليدرشيب استراتيجي. الكوست ليدرشيب استراتيجي باينه من اسمها استراتيجيه القياده بالتكلفه، ان اللي بيقود المشروع كله هو التركيز على التكلفه. ايه اهم خصائصها ومميزاتها عشان تفهم الدنيا معايا؟ بنتج الشركه اللي بتشتغل بيه او بتختار تشتغل بيه الكوست ليدرشيب استراتيجي بتنتج بتكلفه قليله، وبناء عليه يبقى لو كوست، وبناء عليه هتنتج اكيد بلو كواليتي او ميديوم كواليتي، ده بالكتير، بس الاساس ان هي لو كواليتي، جوده منخفضه. هتنتج غالبا هاي فوليوم برودكشن، هتنتج انتاج كتير، كميات كبيره، وبناء عليه غالبا هتعمل هاي سيلز فوليوم، او هتبيع مبيعات كتير، وبالتالي هتاخد هاي ماركت شير، هتاخد حصه سوقيه كبيره، وبتحقق لو بروفيت مارجن، يعني هامش ربح منخفض. ليه؟ لانها بتبيع بسعر مش عالي، لانها اصلا بتتكلف فيه، بتحط كوست مش عالي، وبناء عليه بتبيع بسعر مش عالي، لكن بتبيع لناس كتير، فبتاخد حصه سوقيه كبيره جدا، وبالتالي هي بتحقق لو بروفيت مارجن او هامش ربح قليل. بس خلي بالك ده مش معناه انها بتخسر، بالعكس هي بتكسب جامد جدا. من ايه بقى؟ هي عارف انت استراتيجيه بالمناسبه اللي هو بيع كتير، بيع بسعر قليل، تبيع كتير تكسب كتير، هي بتعمل كده. هي بتبيع بسعر قليل، فبتبيع لقطاع عريض من المجتمع، فبتعمل ماركت شير كبير جدا، نص او ثلاث ارباع المجتمع بيشتري منها، وبناء عليه بتحقق ارباح قليله في القطعه الواحده، انما بتحقق كتير في اجمالي القطعه. طب الاستراتيجيه الثانيه واللي هي عكسها، استراتيجيه اللي هي الديفرنشيشن استراتيجي، استراتيجيه التميز. لا، هنا دي شركه بتنتج يونيك برودكت، يعني منتج متميز جدا، منتج فريد، بتنتجه ويز هاي كوست، ويمكن هاي كواليتي في الماتيريال وفي البرودكت نفسه. يعني تنتج منتج متميز جدا، بتنتجه بجوده مرتفعه جدا، بتنتجه بتكلفه اعلى شويه من الكوست، من الاستراتيجيه الاخرى اللي هي بتاعت الكوست ليدرشيب بتستخدمها. لا، هنا بتنتج بكوست اعلى، وبالتالي بتبيع بسعر اعلى بكتير قوي. ولما تبيع منتج فريد زي ما قلنا، لما بتبيع بسعر عالي قوي، بالتالي بتبيع لعدد قليل من الناس، يعني في النهايه بتاخد لو ماركت شير، يعني بتاخد حصه من السوق قليله قوي، ولكن خد ده لحضرتك بقى انها هنا بتحقق هاي بروفيت مارجن، او هامش ربح عالي جدا في القطعه الواحده. بس خلي بالك اجمالا هي ما بتبيعش قطع كتير، بس بتكسب كتير قوي كمان. طب ما تيجي ناخد مثال بقى ننزل بيه الفيديو على واقعنا العملي عشان تفهم انا قصدي ايه، وما نبقاش اتكلمنا نظريا بس. عند حضرتك زي لما اقول موبايل نوكيا اللي بتنتجه شركه نوكيا، او موبايل ريلمي اللي بتنتجه شركه ريلمي، والموبايل الايفون. الموبايل الايفون بتنتجه بالاستراتيجي بتاعت الديفرنشيشن استراتيجي، اما الموبايل النوكيا او الهواوي او الريلمي او الاوبو او السامسونج ده بتنتجهم
الكوست ليدر شيب استراتيجي، عشان كده بيبيعوا الناس كتير قوي تكسب في القطعه الواحده قليل قوي، لكن بتبيعوا لنص او ثلاث ارباع المجتمع. الايفون بيشيلوا ناس متميزه، بيبيعوا عدد اقل بكتير جدا من التليفونات والشركات الثانيه، ولكن بيستحوذوا على عدد قليل جدا من السوق، لكن بيكسبوا كتير قوي. تلاقي التليفون ب 35 وب 40 وب 50 وب 80 الف جنيه كمان في الايفون 15 اللي لسه نازل. طب مثال كمان سريع جدا، عربيات الفيرنا اللي كانت بتنتجها شركه هيونداي، دي كانت بتشتغل بالكوست ليدر شيب استراتيجي، عربيه اعتماديه، عربيه رخيصه، عربيه حلوه، لو وقفت مش عارف قطع غره مش عارف عند السوبر ماركت مش عارف ايه، وفي نفس الوقت يعني لو كواليتي، بس بتبيع كتير قوي. مصر كلها ركبتها تقريبا في سنتين ثلاثه كده، مصر كلها ركبت فيرنا تقريبا، مفيش بيت الا ودخلوا عربيه فيرنا. طب والناحيه الثانيه مرسيدس، يونيك برودكت، لاكجري، فولفو، السيفتي. طب كام واحد في مصر راكب عربيه فولفو؟ لا مش كتير قوي. طب كام واحد بيركب عربيه مرسيدس؟ لا مش كتير قوي. طبعا هي كتير بس مش كتير بالنسبه لحجم السوق، طبعا قليلين جدا اللي بيركبوا مرسيدس، اللي بيركبوا بي ام، اللي بيركبوا فولفو، لان دول كانوا بيعتمدوا، الشركه نفسها بتعتمد على الديفرنشيشن استراتيجي، تبيع قليل بس تكلف كتير وتبيع بسعر مغالى فيه جدا عشان تميز العميل بتاعها. اتمنى تكونوا فهمتوني في المعلومه دي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.